الفيديو ده السنة الأولى اللي عايزين يعملوا اشتراك المترو. أنسب وقت عشان تعملوا فيه اشتراك المترو هو دلوقتي. اشتراك المترو هيوفر عليكوا فلوس كتير، وكمان بيتجدد كل ترم في السنة، يعني بيتجدد مرتين في السنة. بس بقى بالنسبة للناس اللي هي أول مرة تعملوا، فأنا جاي أقولكوا تعملوه ازاي. اول حاجة بنعملها ان احنا بنجيب استمارة اشتراك طلبة، ودي بنجيبها من اي مكتب تذاكر او من اي مكتب اشتراكات طلبة في المترو. تاني حاجة مع الاستمارة دي صورتين 4x6. هتاخد الصورتين دول مع الاستمارة وتروح بيهم الشؤون، وهي هتدبسهم لك على الاستمارة بتاعتك. بصوا، اول صورة بتبقى هنا كده، بيبقى نص الختم عليها والنص التاني على الورقة، يعني في نص ختم هنا ونص هنا. انا بقول لكم على اختام دي عشان لازم تتأكدوا منها لما تروحوا الشؤون. الصورة التانية بتتدبس في الورقة، معرفش صراحة، مش فاكر كانوا بيحطوها فين، بس بتتدبس برضو هنا في الورقة، وبيكون عليها ختم بس في ظهر الصورة، مش بيبقى نصه على الورقة يعني. وطبعا هنا بيتكتب كود الكلية ده، المترو برضو بيطلبه، بيتكتب في المربعات الزرقاء دي. وطبعا بقى البيانات اللي فوق دي انت بتملاها قبل ما تروح اصلا الشؤون. بتكون مالي طبعا كاتب الكلية، اسمك، السنة الأولى، السنة الدراسية، سواء أولى بتكتب أولى تانية، ما علينا يعني. وطبعا رقم بطاقتك، ومحل اقامتك، واسم ولي امرك، ومحل اقامته. بتكتب العنوان اللي في البطاقة عموما بتاعتك، والعنوان اللي في بطاقة والدك او والدتك. الجزء بقى اللي تحت ده بيختموا طبعا، اللي هو توقيع المختص بالجهة الدراسية، بيوقع عليه الشؤون. وهنا ختم شعار الجمهورية، وهنا الكود زي ما قلت لكم. وهنا طبعا اقرار ولي الامر، بيكتب اسمه وتوقيع ولي الامر وبطاقة الرقم القومي بتاعته وتاريخ صدورها. هنا بقى لما بتروح للموظف، هو اللي بيمضي على اخر حاجة، توقيع الموظف مستخرج الاشتراك. اهم حاجة ما تمشيش من قصاد شباك شؤون الطلبة غير لما تتأكد ان هي عاملة لك الثلاث اختام اللي قلنا عليهم، الاتنين اللي هما واحدة على الصورة، نصها على الصورة ونص على الورقة، وواحدة في ظهر الصورة، وختم تالت اللي هو ختم النسر بيبقى على الورقة. كمان يعني لازم تتأكد ان هي مضت لك وكتبت لك الكود بتاع الكلية، عشان ساعات الشؤون الطلبة يعني بيكسلوا يعملوا حاجات او ما بيبقوش سالكين الصراحة في بعض الحاجات. فاتأكد كده قبل ما تمشي من عندها ان هي عامله لك كل حاجة، او هو عامل لك كل حاجة حسب الموظف اللي واقف، راجل ولا ست ايا كان يعني. خلاص مليت الاستمارة وخلصت كل حاجة، هتروح مكتب الشؤون معاك صورة من وصل المصاريف او صورة من الكارنيه، اي اثبات يثبت ان انت موجود في الكلية دي او في الجامعة دي يعني. بعد ما تاخد الوصل بتاع المصاريف او صورة الكارنيه، هتاخد معاك برضو صورة من بطاقة الرقم القومي بتاعك، صورة من بطاقتك او شهادة الميلاد عادي اللي موجود فيهم. وهتاخد كارت المترو بتاعك وانت واقف على طول في ساعتها، وغالبا بيبقى ب70 جنيه على حسب المحطات اللي انت هتعدي عليها. بصوا هنا بتكتبوا اللي هو انت عايز تستخرج الكارت بين محطة ايه ومحطة ايه. لو انت مثلا من الشيخ زايد، ما تروحش تكتب المنيب، ما تروحش تكتب اول الخط، اكتب الجيزة، يعني اقرب حاجة للشيخ زايد الجيزة. والناحية التانية جنب الجيزة تكتب جامعة حلوان. لو انت مثلا من القاهرة من وسط البلد، اكتب محطة السادات، جمال عبد الناصر، اسعاف. لكن ما حدش يكتب لي الخط الاول من بدايته وبعدين يكتب جامعة حلوان، علشان الموظف اللي على الشباك هيرغي الاستمارة خالص، ومش هيرضى يعملها لك غير ان انت تعدل المحطة. عشان يعني ما تحاولوش ان انتوا تستنصحوا وتقولوا انا هعملها من اول خط عشان اروح المترو في اي حتة واتحرك في اي مكان. وبس كده، دي كانت كل حاجة تخص المترو. لو عندكم اي سؤال عن اشتراكات المترو سيبوه تحت في الكومنتات وانا هرد عليكم.